جماعة الخير، وليد تحداني أنا ومو أنا اللي بيتحداني أحد. راح أسعود الفتة حيزبط. الو. أيوة حبيبي، أهلا. واضح الصوت ولا لا؟ إلا واضح. طيب ابغى منك شغله. طيب إيش هو؟ روح المطبخ. طيب في تحدي انا مسويه لكم. طيب أوكي. دوري على جار في اوراق جوته وباكيت الحل ورقه. طيب لقيته، دقيقة. في أيوة. طيب هذا التحدي اللي مسوي لك هو الورقه اللي تسحبيها حيكون فيها وصفه. الوصفه هذه هي اللي حتساعديها. ورينا. لا يا وليد. ليه تسوي فيني كده؟ يلا احتاج. طيب راح اخذ هذا. اوكي. ايش طلع معك؟ فتة. طيب يا وليد كده تسوي فيني؟ شايفه يا مو لازم اكون موجود عشان تكون شاطره لوحدك. يا شيخ. طيب تعوديها وقولي لي اذا ضبطت معك ولا لا. طيب حتزبط، اوعدك انها حتزبط. يا جماعة الخير، وليد تحداني انا، تحداني اسوي الفتة اللبنانية على فتة سعودية. كيف؟ عندي انا بدور، او الشيف بدور. هو وليد ما في عشان يقول لي شيف بدور. راح اسعود الفتة. انا حظبطها بطريقة انه حنجيب العيش الحب العادي، ما حنقدمه كذا سادة، حنقليه وحنظبطه وحنحط الحمص، حنحط الكباب الميرو مع بعض حيزبط اكيد حيزبط. ودحين رايحين على السوبر ماركت عشان نجيب الانجريدين كاملة تبع الفتة. شوفوها. أنا صراحة أكتر وقت تمنيت وليد يكون في معايا. دحين حاخذ الأغراض بسرعة. أخذنا اليوغرت، دحين راح أجيب الخبز والحمص والكمون، دقيق الدخن كمان، خبز لبناني، أخذت صنوبر، حمص فين الحمص؟ وزي ما شفتوا وليد تحداني تحدي انه اسوي فتة لبنانية سعودية. فانا كيف بسوي فتة لبنانية سعودية؟ طبعا يعني جلست افكر ومو انا اللي بيتحداني احد، انا بعملها. فانا راح اسوي كباب ميرو، معروف عندنا بجدة او بمكة. كباب الميرو يتقدم سادة كذا، فانا راح اعمله فتة سعودية لبنانية. حنحتاج في كباب الميرو لحم جمل، وحنضيف عليه اللي هو دقيق الدخن، حنزود عليها كزبرة، حنزود عليها شوية كمون، فلفل أبيض، حنزود كمان ملح ونعجنها. بلشت أطبخ أنا وعمر صغير الصراحة، يمكن 9-10 سنين كده. بس كنت وانا صغيره كثير بامثل اني انا مثلا ويتر. فلما يجوا عندنا اولاد خالي كانوا يجوا بالصيف، فكنت اجي عندهم البس مريول وهيك واحكي ايش تبغوا تاكلوا اليوم. طبعا كان كل اكثر شيء اقدر اسويه هو ساندويتش جبنه، بس اسمها طبخه، اسمها دخلت المطبخ. طبعا ما قلت انا الوليد ايش حسوي، وما اعتقد انه يتوقع ايش حسوي بالفته. الحين حنبدا نكورها. طبعا ميزه كباب الميرو انه تكون كور مره صغيره، ولانه اهم حاجه بالفته هو العيش، قطعت العيش زي كذا ودحين حاقليه. دحين حنعمل الطحينه. حنزود اول حاجه الثوم، حنزود الطحينه على الزبادي. الحين حنزود عليها كمان ليمونة. حقلي اللحمة دحين. وجهزنا كباب الميرو، شوفوا كيف شكله صار لذيذ.
دحين حنبدأ نطبق الطبخة. أول حاجة راح أجيب شوية عيش، بعدين شوية حمص، راح أحط شوية تحت صنوبر وصوص طحينة، أحط شوية كباب ميرو هنا، ونرجع نعيد كمان الطبقات. راح نرص كمان آخر شي قطع كباب الميرو وشوية كمان صنوبر، وآخر حاجة حنزود شوية حمص بس، وشوية على الوجه راح نرش كمون. وليد فاتوا مرة كتير صراحة. وآخر حاجة حسويها الشيء اللي يخلي الأكل مرة لذيذ، البراون باتر. أنا مرة أحبه في الأكل، اللي هو أخلي الزبدة تغلي شوية على النار إلى ما يروح منها الحليب ويبقى بس السائل اللي هو الزبدة. وليد، فتة اللبنانية صارت سعودية، فتة كباب الميرو سعودتها، وأنا قد التحدي وسعودت الفتة اللبنانية سويتها فتة كباب ميرو. إن شاء الله تكون عجبتكم، ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب، وكمان إذا عندكم سؤال تحت بالكومنت، وفولو على انستغرام وفيسبوك. باي وليد.